وداد عبد الله المطوع كاتبة وفنانة تشكيلية كويتية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها عشرات الآلاف. وداد أرادت مشاركة فرحتها مع جمهورها العريض فأطلت بفيديو تزف إليهم خبر زواجها. تم بحمد الله تعالى زواجي على زواجي أنا وداد عبد الله المطوع القناعي على رجل الأعمال المصري السيد هيثم إمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زواجنا ويسعدنا ويوفقنا ويكافينا الحسد والعين والشر وكل مكروه. المباركات والتهاني متوقعة أكيد، لكن أيضا تلقت السيدة إدانات وانتقادات وشتائم بسبب قرارها الزواج من رجل مصري لم يكن متوقعا. بو جراح يقول خلاص تزوجي، مبروك عليكم، وروحي معه بلده وعيشي هناك معه بديرته، لا تجين بعدين الطالبين بتجنيس أولادك. أما هذه عصام صالح يقول نصيحتي إجراء فحص ما قبل الزواج، خاصة للأمراض المستوطنة والوبائية مثل التهاب الكبد الوبائي سي، حيث تشتهر مصر أنها أكبر معدل إصابات في العالم بنسبة 15%، وبعض الإحصاءات تقول أنه أعطانا درس علوم. أما التعليق الذي يقول من ماي، تقول ماي كويت، تقول الله يساعدها إن شاء الله يكون زواج خير، لأني لا أثق في هذه الجنسية. من قطع رقبة المطربة اللبنانية في دبي كان رجل أعمال مصري، يقصد المطربة الراحلة سوزان تميم. القصد أنهم ينتقمون جدا جدا لو صار أي خلاف، وهذه تهمني كمواطنة وبنت ناس طيبة. أما محمد فيقول متعجبا ما لقيتي إلا مصري؟ لن تتفاجؤوا من انزعاج الكاتبة وداد من هذه التعليقات، فشكرت بالفيديو من بارك لها، لكنها توجهت بالكلام للذين شتموها فتوعدتهم بهذا. كمية السب والشتايم والإهانات والكلام الغير لائق بطريقة فظيعة عندي، فأنا أقول حق الناس اللي يشتموني واللي يغلطوا فيني، أعطيكم فرصة أنكم تمسحون هذه السب وتمسحون الشتايم وتمسحون هذه الكلمات قبل ما أرفع عليكم قضايا لو سمحتوا. وبالنسبة اللي باركوا لي أنت فوق راسي مشكورين، واللي يحبني أعرفه واللي ما يحبني أيضا أعرفه، واللي يتابعني ومقهور أعرفه. تسلمون وبارك الله فيكم ألف. لا ندري إذا كان الذين انتقدوا الكاتبة تراجعوا عن هذا خوفا من المساءلة، لكنها تلقت مئات الردود الداعمة لها والمباركة بارتباطها برجل أعمال مصري، مع انتقادات لما يوصف بالعنصرية والتعصب. قانون الجنسية في الكويت يسمح للمواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية بمنحها الجنسية الكويتية، لكن لا يسمح للمواطنة الكويتية بإعطاء جنسيتها لزوجها أو حتى لأبنائها. وتعامل الدولة تعامل ابن الكويتية حتى بلوغه 18 عاما كمواطن كويتي، لديه الحق في الدراسة المجانية في كافة المراحل التعليمية، لكن بعد ذلك هو مطالب بالحصول على عقد عمل يسمح له بالمكوث في البلاد. ينضم إلي من الكويت الكاتبة والفنانة التشكيلية وداد المطوع. مرحبا بك سيدة وداد. مبدئيا ألف مبروك عقد زواجك. هل توقعت ردود أفعال سلبية عندما أعلنت هذا الإعلان؟ أنا صاحبة رسالة الستر بكل أنواعه، سواء ستر باللبس أو ستر بالكلام أو بالأخلاق أو أي كان. فلما الوحدة لما تبي تتزوج هذا هو صلب الموضوع، هو صلب الستر. فالزواج والسعادة ما لها علاقة بجنسية. المرأة شنو ما كانت جنسيتها ما تبحث عن القبيلة الفلانية أو الشغل الفلاني، النصيب ذا رب العالمين سبحانه كاتب القدر باللوح المحفوظ إن فلانة تاخذ فلان، فبإذن الله الأمر راح يمشي إلى أن يتم عقد القران. ولكن كمية الشتائم أو السب اللي حصلتها من متابعيني في كل تواصل اجتماعي، سناب، تويتر، انستغرام، فيسبوك، حتى بالواتساب أيضا داخلين علي، أقول لهم روحوا، أسأل الله أن يسعدكم كثر ما أزعجتوني وضايقتوني. ولكن أنا لأني ما أحب أرفع قضايا، ولكن أني أعطيهم مهلة أنهم يمسحون هذه التعليقات علشان ما أدخل معهم في عراك في القضايا أو القضاء الكويتي الناصف بإذن الله. بالنسبة لي أنا
كاتبة في كتابي 3 أيام فقط كيف، عندي كتاب أصدرته قبل كم سنة، كاتبة فيه عن الستر وعن الزواج وعن المرأة شلون من تكون تعف نفسها وإنها تطالب بهذا الأمر، لأن هذا حق مشروع لها من الله سبحانه وتعالى، طبعا بموافقة الأهل. أيضا في لوحاتي كوني فنانة تشكيلية دائما أذكر في أعمالي أن المرأة وسترها والزوج والحالات الانفصال، كل الأحوال الاجتماعية اللي تمر فيها أي مرأة في المجتمع شنو ما كانت ووين وبأي بلد وبأي مذهب وبأي دين، دائما أرسمهم في أعمالي. أيضا شغلي بالنسبة لي شغلي الرسمي اللي هو يا حلو الستر، أنا عندي هاشتاج اسمه يا حلو الستر، دائما أتكلم عن لبس العبايات والخمارات والستر عن بالأخلاق وبالكلام، فما بالك إذا كان بالزواج. طبيعي إذا الوحدة جاها نصيبها بإذن الله، الوحدة تكون يعني أكثر حرص وأكثر وعي. أكيد أنا ما دخلت حياتي في هذا الاستقرار من رجل أعمال مصري، زوجي الله يحفظه هيثم إمام، ما اخترته أنا من فراغ ولا من وهم، أكيد سألنا عنه، درست أخلاقه عدل، بعدين بحمد لله رب العالمين قررت وتم عقد القران بحمد الله في القاهرة، اللهم لك الحمد. فالزواج هي عفة للمرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم زوجاته مو كلهم من قبيلته، فما له علاقة الزواج، ما يعرف قبيلة ولا الفخذ الفلاني ولا القبيلة الفلانية، ما يعرف، لأنه ستر. الهدف الأساسي هو الستر، الهدف الأساسي هو العفة، عفة المرأة، دام إنه بالحلال وعلى سنة الله ورسوله. طب ليه الشتايم؟ أنا ما ارتكبت منكر، ما سويت خطأ، كل الأمر إن أنا تزوجت، فهذا الأمر أنا أستغربه صراحة. هذا فعلا اللي أنا كنت أتوقع أن الناس تبارك، كمية كبيرة من كل العالم كانوا يباركون، كل بلد كانوا يباركون، جزاهم الله خير الجزاء ومكانهم فوق راسي. كمية المتابعين تبارك الله في زيادة، تويتر عندي ترند، أنتوا السادة الأفاضل البي بي سي ما قصرتوا، الآن أنا ضيفة عندكم، هذا كناية أن الموضوع مو بس مقتصر على الكويت، الموضوع صار ضجة بكل الوطن العربي، خبر زواجي من رجل أعمال مصري الجنسية.